المستشار التحكيمي للبرنامج كابتن محمد فودي اللي راح نشوف معاه الحالات التحكيميه لمباراه الرائد والاتحاد. تفضل ابو فهد. ان شاء الله. طبعا ابو بدر المباراه كانت بقياده الدولي، طبعا الطاقم الدولي محمد الهويش وبدر الشمراني وخلف زيد. نشاهد في هذه المباراه 5 حالات. الحاله الاولى كانت في الدقيقه 13 من زمن المباراه، في سقوط للاعب نادي الرائد احمد راضي مع عوض الصقور على خط المرمى. طبعا هنا بالنسبه نشاهد الحاله، هل الكره لامست يد لاعب نادي الاتحاد متعمدا؟ لاحظ لحظه السقوط الكره في جسم اللاعب وفي يده، لا يوجد اي تعمد. كان قرار صحيح من حكم المباراه عدم احتساب اي مخالفه على المدافع. لاحظ الان بالجسم وباليد لا يوجد تعمد، وبالتالي القرار المتخذ اتخذ الحكم ركله ركنيه. لاحظ في الجسم وباليد لا يوجد تعمد، اذا قرار صحيح من حكم المباراه. الحاله الاخرى في الدقيقه 26 نشاهد هنا في اللاعب حسين شويش. لاحظ المخالفه اللي حدثت من اللاعب المدافع داخل منطقه الجزاء، ركل داخل منطقه الجزاء. اذا كان حكم المباراه لم يشاهد الحاله، كان من باب اولى ان الحكم المساعد الاول لاحظ عمليه الركل الان داخل منطقه الجزاء من حسين شويش لفهد لاعب نادي الاتحاد، فبالتالي ركله الجزاء لم تحتسب. احمل مسؤوليته حقيقه الحكم المساعد الاول في بدر الشمراني، مفترض انه يعلن عن ركله الجزاء لصالح عبد الفتاح عسيري. لاحظ الركل داخل منطقه الجزاء والسقوط حدث خارج منطقه الجزاء، تم احتساب المخالفه خارج منطقه الجزاء، ولكن هنا الركل واضح داخل المنطقه، وبالتالي ركله الجزاء في الدقيقه 26 لنادي الاتحاد. ابو فهد، انت بتحمل الحكم المساعد، حكم المساعد الخط القائم هذا ما يقدر يميز اذا كان داخل، يقدر يميز الخط العرضي. هذا مسؤوليه الحكم، لأن الحكم هو اللي كان في الزاويه قائمه بالنسبه للخط. هو عموما بالنسبه للحكم الحكم المساعد احتسب. الحكم المساعد ما يقدر يشوف انه هو جوا وبرا، لانه خط بالعرض امامه. المسافه اللي بين خط منطقه الجزاء وخط التماس اقرب للمساعد، ويستطيع انه يشاهد الحاله داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء. ايضا يعني الخطا مشترك بين الحكم والحكم المساعد، لكن انا اقول طالما انه تم اتخاذ قرار احتساب ركله مخالفه خارج منطقه الجزاء، مفترض انه يكون في تركيز من الحكم المساعد على هذه الحاله ويساعد زميله الحكم. خارج ولا داخل؟ نعم خارج ولا داخل؟ داخل منطقه الجزاء. اذا ركله الجزاء للاتحاد لم تحتسب. حاله اخرى في الدقيقه 54، حاله اخرى في الدقيقه 54 سقوط مهاجم الرائد سلطان السوادي مع حمد المنتشري. لاحظ هنا عمليه، طبعا بالنسبه لهنا حمد المنتشري قافز للكره والمهاجم لم يقفز، ولكن عاد للخلف اتجاه المدافع. كان مفترض الحكم يحتسب مخالفه على المهاجم وليس على مدافع، لان طبعا الحكم لم يتخذ اي اجراء في هذه الحاله. لاحظ المهاجم الان رجع بجسمه، وبالتالي كان مفترض يعلن عن مخالفه على مهاجم نادي الرائد، لكن الحكم لم يعلن عن اي قرار في هذه الحاله. طبعا جبنا الحاله بس لا يكون في اشتباه انه في قفز على المهاجم. الدقيقه 71 نشاهد سقوط فهد الجهني داخل منطقه الجزاء مع عوض الصقور. طبعا بالنسبه للمخالفات، اما اهمال او تهور استخدام قوه مفرطه، هنا مدافع نادي الاتحاد مد فرد قدمه ولامس الكره، والمهاجم هو من ذهب الى المدافع، وبالتالي مدافع نادي الاتحاد الصقور لم يرتكب اي مخالفه. قرار صحيح من حكم المباراه باستمرار اللعب، ولا توجد اي مخالفه على مدافع نادي الاتحاد. الحاله الاخيره الدقيقه 86 ركله الجزاء المحتسبه لمختار فلاته من حكم المباراه على المدافع حسين الشويش. الركل موجود، ركله الجزاء صحيحه تم احتسابها في الدقيقه 87 من زمن المباراه. لاحظ عمليه الركل الان، القدم اليسرى للمدافع، عمليه ركل داخل منطقه الجزاء، زاويه الرؤيه جدا واضح لحكم المباراه، اتخذ القرار الصحيح. طبعا اتخاذ القرار الصحيح جيد انه احتسب ركله الجزاء لوجود المخالفه من قبل مدافع نادي الرائد. نشاهد عمليه التنفيذ، اتمنى انه دائما حكام المباراه يضبطوا عمليه التنفيذ. هنا في دخول لمهاجم نادي الاتحاد قبل التنفيذ، وايضا في دخول لمدافع نادي الرائد. في كلا الحالتين كان مفترض انه يعيد تنفيذ ركله الجزاء. النقطه الاخيره اللي احب اتكلم فيها بالنسبه للمباراه، اتمنى انه الحكم لا يقع تحت ضغوط اللاعبين. في هناك مخالفات حدثت واتخذ فيها اجراءات صحيحه الحكم وانذر لاعبين، لكن تهجم على الحكم اكثر من لاعب كان مفترض انه يتخذ فيه قرار. الاعتراض عنده انذار واعترض بشكل غير لائق، تمنح البطاقه الحمراء ولا تتفاوض مع اللاعب على قرار صحيح تم اتخاذه. هذه اهم الحالات في مباراه الاتحاد الرائد والاتحاد.